على مستوى تكوين الشبان، معناتها مدربين ليس لديهم شهائد لتدريب اللاعبين. هذه حقيقة. أنا أعيش في تونس ونعرف المشاكل التونسية ونعرف مشاكل البازس في تونس. هذه هي المشاكل تخلينا نرجع يمكن 20 سنة التالي أو 30 سنة التالي. تونس في الوقت الحاضر بالتوجه الرياضي اللي موجود عندنا توا، بالمسؤولين الموجودين عندنا توا، يعني صعب أن نجاري يعني المنتخبات اللي تقدمت والمنتخبات اللي عندها لاعبين محترفين في اكبر الدوريات الاوروبيه. طب وين جيلكم كابتن؟ انتم لعبتوا في اوروبا، لعبتوا في انديه كبيره، انتم طلبتوا يعني رغبتوا بالابتعاد عن دور المسؤوليه ولا ابعدتوا عن دور المسؤوليه في كره القدم التونسيه؟ صعب انك اليوم اذا ماكش تابع منظومه اللي تكونت وحكمت مدة 12 سنة وتكونت المنظومة بأسامي أخرى ورجعت أخذ كرة قدم في تونس. هذه حقيقة. فصعب أنك تتكلم اليوم على أنه لاعب كرة قدم أو لا لازم تكون تبع المنظومة. لو عندك إمكانيات ولو كان عندك أنت رأي، لو عندك يمكن رؤية مش قادر تدخل بها، لازم تكون تبع المنظومة، لازم تكون عندك يعني نعرف يعني يعرفوا الناس اللي يسمعوا فيها في تونس والمسؤولين يعرفوا. فأكيد أنه إذا نحب نصلح كرة قدم في تونس لازم أنه نراجع عديد الأمور، منها القوانين، منها البنية التحتية، منها تكوين الشبان، التحكيم. هذه نقاط كبيرة جدا. أعتقد اللي باش يرجع بعدين بالفائدة للمنتخبات الوطنية، وممكن ننافس يعني المغرب والجزائر ومصر ومالي والسنغال في المحافل الافريقيه. شاهدنا ديارة قبل لحظات حارس مرمى المنتخب المالي الذي توج بجائزة افضل لاعب في هذه المباراة بعد ان تصدى لركلة ترجيح. هنا كما تشاهدون استلامه لجائزة مان اوف ذا ماتش، افضل لاعب في هذه المباراة، ولا يرغب في اجراء اي لقاء صحفي ربما بسبب الارهاق، بسبب ظروف هذه المباراة الصعبة. في النهاية تأهل منتخب مالي. تساءلنا إذا كان على تونس المزيد من المجازفة بين الشوطين المباراة كابتن محمد عندما كان يلعب منتخب مالي ب10 لاعبين أم لا، لكن في النهاية ما حدث من سيناريو في هذه المباراة يجعلنا نشعر بأن نجم المباراة أفضل شخص في هذه المباراة كان توم سانتفيت مدرب منتخب مالي الذي قاد المنتخب إلى التأهل إلى ربع النهائي رغم كل هذه الظروف الصعبة في هذه المباراة. هو عاد مباراة كبيرة كابتن محمد، أنا بتابعه في المؤتمرات الصحفية يا كابتن محمد. هو حافظ أسماء المنافسين، حافظ ال25 اسم بتوع تونس، وحافظ مميزات كل لعيب وسلبيات كل لعيب، وكل مباراة بتشكيلة. يعني الماتش الأولاني بتشكيلة، ماتش المغرب الثاني بتشكيلة، الماتش الثالث بتشكيلة، الماتش الرابع النهارده في خروج المغلوب بتشكيلة مختلفة. وأول نص ساعة خرج منه حصل له طرد وأدار المباراة زي ما هو عايز. بدنيا الفريق حاضر جاهز الصراحة. فأعتقد إنه نجاح كبير. السيناريو اللي خرج بيه تونس يا محمد ينرفزك، فاهم؟ احنا بنقول في كرة القدم ينرفزك لأن الكرة عايزاك وأنت مش عايزها، فخلاص. فكانت فرصة بالنسبة لك إن أنت تدوس على نفسك النهارده، إنما خروج مؤلم، خروج يزود الضغوط اللي هي أصلا موجودة. صحيح. فأعتقد ده هارد لك للمنتخب التونسي، إنما منتخب مالي فريق محترم الصراحة، بدنيا وحتى تكتيكيا. بيلعب بعد نص ساعه بيقول لي 10 لاعبين، وحتى في اختيارات ركلات الترجيح يا محمد، حارس المرمى راح مع معظم الكرات اللي اتشاطت، معظمها. ممكن بس هي بتاع ياس سعد اللي راح عكس، صحيح، فاهم؟ فمحضر وجاهز في المباراه، بعكس ده حماد الصراحه ما فيش ولا تركيز ولا تحس ان هو مش مركز. فانا اشوف ان هي دي تفاصيل التفاصيل. كسبان جبت جول في الدقيقه 88 لازم تحافظ عليه. خطا فردي، ضربه جزاء، تتعادل، تخش اكسترا تايم، ما خدتش المجازفه، تغييرات فيها بعض الامور غير جانبها التوفيق او الراي الصحيح. فاعتقد نجاح للمنتخب المالي، اللي منتخب في الاربع ماتشات يا كابتن محمد ما كسبش. الاربع ماتشات ما كسبش، ما كسبش ووصل لدور الثمانيه. فنجاح لهذا الفريق اللي عنده مقاومات كبيره وخاصه من الناحيه البدنيه. كابتن، ماذا يمكن أن نقول بعد هذا الخروج؟ خروج مؤلم. يعني أنا مش هتكلم على المباراة لأنه تقريبا كانت عندنا فرصة للتأهل، لكن ظهرنا مرة أخرى اللي المنتخب التونسي ليس له المستوى
يعني للعب الادوار الاولى، وهذه حقيقه لازم نتكلموها ونقولوها. لكن الاسباب بتاعه ماهيش اسباب وقتيه، اسباب لعده اسباب، منها حاله كره قدم في تونس، منها حاله التكوين. كم لاعب خارج من البطوله التونسيه، كم لاعب متكون في تونس. لولا اللاعبين الموجودين في اوروبا، توانسه المولودين في اوروبا اللي هم موجودين وعاطين نوعا ما مستوى احسن، لما وجدنا قصدي ان الظروف المحليه غير مهيئه لتقديم وانتاج منتخب قوي. يعني كره قدم بدون جماهير، كره قدم مسؤولين، نتكلم على كل حاجه الا كره قدم، ناس ما عندها حتى دخل بكره قدم هي اللي تحكم في كره القدم التونسيه، وهذا تكلمنا عليه من مرات عديده، هذه حقيقه واللي يتفرجوا فيها توانسه يعرفوا. فاكيد انه يوم المباراه حنتكلم على المدرب اللي هو سبب طبعا الخروج، هو الاول او اللاعبين المسؤول اكيد، لكن المسؤول والبرمجه كره القدم التونسيه من مواسم بعدنا على المستوى الافريقي، على مستوى الانديه ماناش متواجدين تقريبا فريق واحد، وحتى من دور المجموعات بيخرج لاعبين توانسه مش متكونين. على مستوى تكوين الشبان معناتها مدربين ليس لديهم الشهائد لتدريب اللاعبين. هذه حقيقه. انا عايش في تونس ونعرف المشاكل التونسيه ونعرف مشاكل البازس في تونس. هذه هي المشاكل اللي تخلينا نرجع يمكن 20 سنه التالي او 30 سنه التالي. تونس في الوقت الحاضر بالتوجه الرياضي اللي موجود عندنا توا، بالمسؤولين الموجودين عندنا توا، يعني صعب ان نجاري يعني المنتخبات اللي تقدمت والمنتخبات اللي عندها لاعبين محترفين في اكبر الدوريات الاوروبيه. طب وين جيلكم كابتن؟ انتم لعبتوا في اوروبا، لعبتوا في انديه كبيره، انتم طلبتوا يعني رغبتوا بالابتعاد عن دور المسؤوليه ولا ابعدتوا عن دور المسؤوليه في كره القدم التونسيه؟ صعب انك اليوم اذا ماكش تابع منظومه اللي تكونت وحكمت لمده 12 سنه وتكونت المنظومه باسامي اخرى ورجعت اخذ كره قدم في تونس. هذه حقيقه. فصعب انك تتكلم اليوم على انه لاعب كره قدم او لا لازم تكون تبع المنظومه. لو عندك امكانيات ولو كان عندك انت راي، لو عندك يمكن رؤيه مش قادر تدخل بها، لازم تكون تبع المنظومه، لازم تكون عندك يعني نعرف يعني تو يعرفوا الناس اللي يسمعوا فيها في تونس والمسؤولين يعرفوا. فاكيد انه اذا نحب نصلح كره قدم في تونس لازم انه نراجع عديد الامور، منها القوانين، منها البنيه التحتيه، منها تكوين الشبان، التحكيم. هذه نقاط كبيره جدا اعتقد اللي باش يرجع بعدين بالفائده للمنتخبات الوطنيه، وممكن ننافس يعني المغرب والجزائر ومصر ومالي والسنغال في المحافل الافريقيه. هذه التغطيه مستمره مشاهدينا الاعزاء، ولكن بعدها فاصل قصير، ابقوا معي. شكرا لعصام واهلا بكم مره اخرى. هكذا وبهذا السيناريو القاسي والمؤلم والحزين ودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور 16 بعد أن كانت كل الظروف مهيئة لتونس للتأهل إلى ربع النهائي على مستوى سيناريو المباراة، على مستوى التقدم بهدف، على مستوى النقص العددي، وعلى مستوى المواصلة في التقدم حتى الدقيقة 98 من زمن هذه المباراة. لكن مالي ب10 لاعبين وبركلات الترجيح تتمكن من التأهل إلى الدور المقبل، إلى الدور ربع النهائي من هذه البطولة. حظ أوفر لتونس. حاتم، كريم، مش مكتوبة لكم؟ صحيح أكيد. يعني أكيد ركلات الترجيح لم نكن موافقين فيها، الاختيارات يمكن أكيدا في بعض اللاعبين كانت المفروض تسدد. على كل ركلات الترجيح أنا لا أريد أن أضع يعني المسؤولية على اللاعب الذي سدد. اللاعب الذي سدد كان أكيدا وبساعة، لكن حارس المرمى كان موفق. نحن لم نوفق، لكن في المباراة كانت لدينا 120 دقيقة من أجل حسم المباراة. كنا نلعب أمام منتخب منقوص يعني لفترة طويلة من المباراة، لم نستغل هذا النقص العددي. صحيح سجلنا، لكن استطاع الخطأ نوعا ما، ركلة جزاء عادل، ثم لم نستغل نوعا ما بالرغم من التغييرات اللي قمنا بها. هذا يعتبر بالنسبة للمنتخب التونسي فشل في هذا الكان، لأنه الهدف من الأول أنه تارجت أنه دور نصف النهائي أقل شيء معناها للوصول بالنسبة للمنتخب التونسي، أنه تنسحب من دور ثمن النهائي يعتبر فشل في هذه البطولة. الآن سيتم التقييم بشكل كبير للمستقبل المنتخب التونسي، ما أسباب الفشل، لماذا فشلنا، ثم من هذا أكيد سيتم
في الغالب تغيير الاطار الفني بشكل كبير، لانه الهدف الان هو تارجت كاس العالم. واعتقد ان اليوم لابد ان نتجه اذا في نوعا ما تغيير، من سيكون محلي سيكون اجنبي. اظن انه الهدف سيكون في الغالب ان سيكون الاتجاه نحو اجنبي، لانه الان اذا تم التقييم نحن فشلنا في هذه الكاس الافريقيه، فشلنا فيها بشكل كبير. ركلات ترجيح غير ركلات ترجيح يعتبر فشل، لانه في الاخير احنا كانت امامنا فرصه كبيره للوصول. قلنا الدور الاول 3 مباريات الاولى قلنا المهم فيها هو التأهل، لا يهم النتيجة ولا يهم الأداء، الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أن وصلنا إلى الدور الثمانية النهائي. هنا ستبدأ البطولة بالرغم من النقد اللي كان كبير على المنتخب، لكن في الأخير أنت في الثمانية النهائي تنسحب بالدور الثمانية النهائي أمام منتخب يلعب ب10 لاعبين، وكان فيه نوعا ما حيدرة، كان غايب العديد من اللاعبين. أعتقد أن هذا فشل، وأتمنى اليوم أنه بعد الكاس الافريقيه هذه سيتم التقييم صلب للجامعه، واكيد سيتم التغيير في المستقبل.